خاوتي، قبل ما نبداو فيديو فضلا وليس امرا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي تعليقاتكم وارائكم حول الفيديو. السلام عليكم، مساء الخير متابعي ترند الجزائر. الحلقة تاع اليوم الحلقة اللي كنتوا تستناو فيها وانا كنت نبريباري لها وكنت نوجد لها بكل تأني، بكل اريحية وبكل راحة. علاش نقول لكم؟ علاش قبل ما نبداو يعني سمحوا لي هذا الاشهار هذا تاع اليوتيوب يطول بزاف، صامت بزاف يطول. بون الفيديو تاع اليوم خاوتي كما شفتوا في العنوان، الفيديو هذايا يعني راح نهبطوا المستوى، نهبطوا النيفو، نهبطوا الرداء او الرتابه الاعلام المغربي. معليش، الاعلام المغربي يعني راهو يرد بطريقه يعني كوميديه، يعني ضحك وصاصه، يعني باش يرد على قناه الشروق ايمن سرحاني يغني ويحيى مالكنا. انا ما فهمش، حبيت نعرف يعني قبل ما نبداو هاد لا فيديو خاوتي. مرحبا بكم كامل الناس اللي راهم طالعين معانا، مرحبا بك نوال، الياس، دوم هذاك، مرحبا بكم خاوتي الناس اللي راهم طالعين معانا، مرحبا بكم. نحبكم هذا لا فيديو هذا تتفاعلوا معاه، هذا لا فيديو هذا لازم يوصل 100,000. الفيديو هذا لازم تبارطاجيوه، الفيديو هذا لازم تبارطاجيوه. نقول لكم علاش لازم تبارطاجيوه. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، هذه الحاجة الأولى. نحن لا ندعو إلى الفتنة، احنا ما ناش نديرو في الفتنة، وإحنا ما ناش. اسمعوا خاوتنا الناس الأحرار الشرفاء، نحكي على الشرفاء برك، ما نحكيش على العياشة والعبيد وهذوك تاع المخزن هذوك ولا الهرم هذوك والزوامل هذوك، ما نحكيش عليهم، نحكي على عبيد الأحرار. كاين زوج مغاربة عايشين هنا في الجزائر، زوج مغاربه عايشين هنا في الجزائر، نخليهم هما يردوا عليكم انتم المغاربه. انا ما فهمش انايا، احنا عندنا مشكل مع واسمو، احنا عندنا مشكل مع المخزن، احنا عندنا مشكل مع ديجا الملك تاعكم هذايا المخنث هذا 106، هذا الملك المخنث. لازم قلت لكم قبل ما نبداو الفيديو بداو لي في لي كومونتير هاشتاغ ملك 106، الملك 106، الملك 106، الملك مخنث. ومشي انا اللي قلتها، هذه تقارير اسبانيه هولنديه بريطانيه اللي قالت هذا التقرير، اللي قالت هذا الاخبار. نقطه انتهى. الحاجه الثانيه، يعني علاش ما تكونوش زعما كيما نقولوا، علاش ما تكونوش واعيين وتكونوا زعما كيما نقولوا مثقفين وتردوا علينا بطريقه يعني متحضره. علاش زعما تردوا زعما نتوما الجزائريين ما عندكمش البنان وكذا منا؟ يا ودي راكم هابل نتوما، راكم هابل اقسم بالله. خاوتي اسمع شوفوا، كل متابعي ترند الجزائر، كل متابعي ترند الجزائر ابعثوا لي تصاور غدوه ان شاء الله نحطهم في الاخر، ابعثوا لي تصاور من جميع ولايات الوطن، روحوا للسواق صوروا خاوتي وريوا لهم الناس واش عندنا حنا. يا ودي اسمعوا، حبيت نقول لكم بحاجه برك، باللي حنا ماناش مشتاقين، حنا رانا شبعانين الحمد لله، رانا شبعانين، كامل الشعب الجزائري راهو شبعان الحمد لله. رانا نشربوا الحليب، ناكلوا البنات الياورتينا، ناكلوا حنا الحمد لله، ما عندناش مشكل في كروشنا. اذا نتوما راكم فرحانين، حكمتوا حبه بنانه وفرحانين بها، الله اعلم. ما نروحوا نشوفوا زعما قال لك موالين اللبان في اقوى رد على الاساءه لمالكنا. مالكنا خط احمر، العياشه سترينج الاحمر، مالككم سترينج احمر. اسمعوا، مالكنا واحد محمد سيد. يا اصحاب الفيديو هذا، يعني انتم يعني زعما بكل عبوديه والبواسين وبكل الانحطاط وبكل كيما نقولوا الميزيريه والغبينه اللي راكم عايشينها، ومازالكم تقولوا مالكنا ويحيى الملك وتحتفلوا بالبنان، يعني راكم تفضحوا في رواحكم. ودرك يجي فيديو واحد مغربي، استناو خاوتي ما تروحوش، هذا الفيديو لازم تتبعوه كامل. وهذا الفيديو ثاني موجه المغاربه خاوتي، هذوك اللي راهم يكومونتيو من العياشه وهذوك. اسمعوا برك، هذا زوج مغاربه راح يهضروا يعطوكم بالدليل بالحق المعيشه في الجزائر، معيشين هنا في الجزائر ويخدموا هنا في الجزائر ويسترزقوا هنا في الجزائر، هما يعطوكم. اسمعوا مليح، اسمعوا
الفيديو هذا في البدايه راح نضحكوا شويه وتشوفوا المستوى تاعهم، مستوى تاع الاعلام تاعهم ومستوى تاعهم يعني. اش مالك؟ الجزائر نهضروا مع اخواننا الجزائريين. الاولى غادي نقولوا لهم تستعمروا 138 عام، المغرب 5 سنين او 6 سنين طرد المستعمر من البلاد. راحوا لطابله لكيش طابله هكذا ثم وبداو يصوروا معاها. والله يعني حيرتوني. يعني الفنيدق علاش راهو اهل الفنيدق علاش هم يديروا مظاهرات؟ علاش؟ وطنجة وهذوك الناس مساكن اللي ماتوا 45 واحد اللي ماتوا بالفقر عندهم سمانة. والملك الملك حبيت نقول لكم حاجة. الملك والمخزن ونظام المخزن هو حب يغطي على الفضائح تاعو والسقطات تاعو، ويغطي على التطبيع وفضيحة التطبيع وأنه ما ربح والو بمهاجمة أشراف وأسياده في الجزائر فقط. حب يدير هذه الفتنة باش الشعب المغربي ينسى أنه الملك تاعو راه طبع مع اليهود مع إسرائيل وجاب لها هي اليهود يا بني الزوامل. اسمعوا مليح شو يهضر هذا الخنزير هذا. خوتنا مانيش خوك انا كي توصل هكذا مانيش خوك. انه المغرب كيما راك تقول ما طردش المستعمر، فهمتوني؟ فرنسا عطاتكم الاستقلال يعني هذه معروفه تاريخيا. انت باين انسان جاهل غالب يعني راك ماشي زعما نحتقر مهنة الخضار، لكن انت يعني انت خضار قاعد في الخضرة يعني ما كان لا تخلط في التاريخ. انت ما تعرف والو، انسان جاهل على روحك. انتم ديجا مدت لكم الاستقلال. علاش مدت لكم الاستقلال؟ فرنسا لماذا اعطت الاستقلال للمغرب؟ لانه المغرب وتونس، لانه شافت انه الشعب الجزائري ما يحباش، الشعب الجزائري ما يسكتش. 132 سنة استعمار، 132 سنة تضحيات، 132 سنة رجال. قال لك 132 سنة وانتم 132 سنة وحنا نقاوموا الاستعمار باش خرجناها بالكف بالسقلة. 132 سنة وحنا نضربوا في فرنسا ما قدرتش. واش دارت؟ مدت الاستقلال واحد 15 دولة إفريقية باش تقعد فقط تحب تسيطر على الجزائر فقط. فهمتني يا المغربية المخنز. مدت الاستقلال للدول الأخرى باش تقعد هي تسيطر على الجزائر وما قدرتش تسيطر على الجزائر. فهمتني؟ نكملوا نسمعوا الخرطي هذا تاو ياك. والبطولات ديال عبد الكريم خطابي مشى للجزائر وقاوم في الجبهة الجزائرية. ما ينساوش هذا الخير هذا ديال المغرب هذا اولا وقبل كل شيء. والجزائر راه خوتنا، الشعب خوتنا، ولكن الجنرالات النهابين كينهبوا لهم الثروات ديالهم وخالقين لهم فتنه ديال البلاد ديالهم وناجين لهم السياسه التقشفيه من عام 1991 باش ناجيو لهم هذه السياسه هذه. كيديوها الاسلحه وكيديوها الفتنه صافي. اما المغرب ما عندوش مع هذا الشيء هذا. المغرب بلد الخيرات وبلد الاخاء وبلد تعدد الديانات. مرحبا باي واحد، ومرحبا باي واحد راه يقصد مرحبا باليهود يعني. والله غير انا ما فهمت. انا حبيت نفتح راس تاع مغربي هكا نحكموا كيما هذا، نحكموا نحلوا نشوف ترى واش نلقى مخ ونلقى اعضاء ونلقى بصله سيسائيه ونلقى خرا الداخل هكا معيش خرا وملك محمد السادس ولا لا فاطمه ولا ما نعرف انا هذوك الاميرات والتقديس والعبوديه والخرا واسرائيل. هذا هو المخ تاع المغربي. اوكي اسمعوا كما كان نوعه. وعاش الملك، عاش الملك بالبنانه هذا هو اقوى رد. فرحانين فرحانين يا مالك. لا اعزائي المحققين يعني راح نروحوا يعني الاول. هذا مغربي عايش في الجزائر ويخدم في الجزائر. من الرسائل بزاف ديال لي كومونتار كيبقاو يقولوا لي هضرنا على المعيشه في الجزائر كيفاش وصل ولاد بلادك كيعايرونا بالحليب والبان التخربيق هذا. بون الاخوه باش نوضح لكم واحد الفئه في مواقع التواصل الاجتماعي اللي خدامه كتبقى تقول في هذا الكلام هذا العاليه واللي ما عنده فهمتي يعني حتى شي معنى اللي في الواقع.
ما سديوش عليهم الاخوان، فهمتوني؟ يعني سواء جزائريين كيسبوا مغاربه ولا مغاربه كيسبوا جزائريين، يعني هذا الشيء فقط كاين في مواقع التواصل الاجتماعي. عاد دابا كنضرب صويره بيس رحبوا بيا، كاين في المواقع التواصل الاجتماعي فقط. وحبيت ثاني نوصل رساله يا خوتي، نحن لا نتهجم على المغاربه، احنا كنا نورمال عادي، بعدين هما بداو يكلاشيو فينا، وحنا المهمه تاعنا انه فقط نفضح. نحن لا نفتعل الفتنه، نحن لا نتهجم. أنا قلت لكم حنايا نجيبوا لكم بالأدلة وتسمعوا. هذا مغربي يقول لكم اسكو كاين الخير في الجزائر ولا ما كانش. يعني أنا هبطت المستوى تاعي، سمحوا لي خاوتي. ترند الجزائر، تعرفوا ترند الجزائر راهي عظيمة بأعمالها بأفكارها بتقنياتها بكل شيء، لكن هبطنا المستوى وراح نناقشوهم بالمستوى تاع البنان والحليب. اسمعوا والله العظيم بشكل خصوصا انني مشيت لواحد المدينه جديده. هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نهضروا على المعيشه في الجزائر، او نوصلوا الرساله واش الحليب في الجزائر ما كايناش. لا خوتي، هذيك فقط اشاعات وهضره خاويه فقط. يعني كتلقى بعض الخطرات يعني النقص في داك الحليب هذاك ديال يعني داك المدعوم من الدوله، يعني داك اللي الثمن ديالو رخيص بزاف، كيديروا قيله الطروامير ولا بحال هكا، ما عرفتش. ارتاحينا، ما غاديش يبقى يعني تابع لنا الشغل ولا شي حاجه. المهم يعني بعض الخطرات خوتي اقسم بالله الا انا يعني كنتصدم. يعني كتلقى بنادم كبير في عقله وهذا وخدام كيتعاير بالمنتوجات الغذائيه، وحنا عندنا وانتم ما عندكمش. هذو افعال ديال تسمعوا، هذا مغربي، هذا عايش في الجزائر، يخدم هنا في الجزائر. مرحبا به ومرحبا بجميع المغاربه الاشراف والاحرار يخدموا هنايا. اسمعوا مليح. اما بنادم اللي شارب عقله راح شو ما يقول هذا هذه، واخا تيكون مثلا مخصوصين من واحد المنتوجات ولا شي حاجه. نديروا مثال سواء كمغربي ولا سواء كشعب مغربي ولا الشعب الجزائري مخصوص من واحد المنتوجات ولا عندهم غالي ولا شي حاجه، ما خصناش نستشفاو ولا بحال هكا صحتك خويا، نبقاو بحال هكا نستهزئوا بهم ولا شي حاجه. راه حشومه، ومع العلم ان كلشي متوفر الحمد لله، فهمتوني؟ غير بنادم كتلقى بنادم كبير في عقله وخدام كيتعاير بهذا الشيء هذا. الله يهدي ما خلق. على كل حال غادي نحاولوا خوتي نوضحوا لكم يعني الصوره شنو كاين ونبارطاجيو معكم. واحد كبير في عقله يبدا يتعاير وكذا، ومنا احنا عندنا وانتم ما عندكمش. انا له الشيطان من فضلكم حبسوا من التعليقات التافهه. قولوا يحيى الملك، قولوا يحيى العبوديه، يحيى العياشه. ما تقولوش باللي انتم احنا عندنا ازمه تاع حليب وانتم هاك. تسمينا الناس اللي باغا تجي سياحه الجزائر ولا اللي كتفكر بزاف ديال الناس وصلوا معايا غادي يجيو سياحه حشومه. غادي نبارطاجي معكم يعني الاسمنه، بارطاجيو نحاولوا يعني كلشي بالتدقيق. اي حاجه شريتها هذه العشيه يلاه خوتي دابا سقط شويه ديال الحاجات. مثلا اللحم ديال البيبي انا داير تمايا لا كيقولوا له كيدير 50,000 الكيلو، يعني 25 درهم، بحالو بحال المغرب ما كاينش خسيره. مطيشه شريتها 8,000 دايره 4 دراهم. بطاطا كاينه اللي كدير 200 وكاين اللي 5,000، اللي هي كاينه كدير يعني 5,000 2 دراهم ونص، وكاينه العيانه شويه كدير 2005 هي درهم وشي حاجه، درهم فاصله 25 سنتيم، درهم و4 دراهم. فهمتوني؟ 30 ريال ما واصلاش. وشنو اخر شريت القرعه شويه كدير 10,000، كدير 5 دراهم. حتى انا داكشي ما كدير عندنا في المغرب 4 دراهم 5 دراهم. راكم تشوفوا هذا مغربي هذا يهضر على الجزائر وكانها اوروبا، فرحان الحمد لله. باش تعرفوا يعني ويهضروا كانها الجزائر اوروبا، فرحان. الله يبارك ما شاء الله. 6 دراهم. بالنسبه للفواكه شويه غالي ولكن ماشي بزاف. بالنسبه للبنان اللي كيقول لك 60,000 هذه شو راه كيقولوا لنا كيدير 60,000 البنان، خوتي كيدير 22,000 الكيلو. هذا ها هو 22,000 الكيلو اللي هي 12 درهم. شنو 12 درهم، شنو 11 غير 11 درهم خوت. البنان هذا نسكر لي مزيانه كيدير 11 درهم الكيلو. في المغرب شحال كيدير عندنا 6 درهم 7 درهم، كيوصل بعض الخطرات 10 درهم، يعني ما كاينش اختلاف كبير. هادشي اللي كاين. زيد واش شريت هذا المنظاري هذا شويه غالي. المنظاري خوت شويه غالي، كيدير 22,000 الكيلو اللي هي 12 درهم. حنا عندنا خوتي عندنا هذا رخيص بزاف، كيدير 2 درهم الكيلو اللي هي 4,000 كيدير. تسمعوا هنايا مشكلتكم البنان يا المغاربه، تهضروا على البنان وكانه يبدي البنان ويطايش لي كونتينار عبالك لي كونتينار يدخلوا تاع البنان، مخك يحبس المغربي.
وقيل البور تاعنا تاع الجي كبير على الرباط وطنجة وقيل على الساحل. إيه حنا عندنا البور تاع الجزائر كبير على منطقة الساحل المغربي الجهة الشمالية، كبير عليها بزاف. لي كونتينر تاع بنان كي يدخلوا يتعمروا كامل، يتعمروا من ثم يخرجوا سيميات من بالبور. أبالك يعني تشوفهم تقول الله يبارك يعني ما شاء الله. والله غير حيرتوني عبالك. البنان نشروه ب 15,000 12,000 16 20 25 وسمعوا مليح واش يهضر هذا المروكي. قروامي ساعة 5000 يعني هذا رخيص، هذا شويه في الجزائر غالي يعني. شريت ايضا الفراس خوزي كيدير 23,000 كيلو اللي هي 11 درهم ونص بحال هكا، 16 18 20 25 كرهناه البنان والله غير كرهناه. هادشي اللي كاين. بالنسبه للحليب يعني العنوان هو الحليب والبنان يعني باش نحاولوا نوصلوا كرهناه اقسم بالله غير كرهناه. كلينا الحليب غالي، ما غالي اخوتي ما حتى شي حاجه. كاين اللي كيدير انا قلت لكم اللي كيدير 5000، كاين اللي كيدير 5000 يعني داك ديال الشكار ديال اللي كيخسر في يومين 3 ايام بحال مثلا نقولوا حنايا ديال الحلابه ديالو. اما اللي بحال عندنا حنا كسونطرال ولا ديك الجوده ولا هذيك عندهم هما كوندير، هذا نص سيطر كيدير 6000 هي 3 دراهم. حنا راه السيطرات حنا كيديرها 3 دراهم ونص يعني نفس الشيء. هذا اللي معقد ماشي معقد شبه ما تصافي يعني غالي في 100 درجه يعني بحال ساهل. كاين الاخوان نتمنى تكونوا فهمتوا كاع شنو بغيت نوصل لكم. ما تديوش على داك الناس اللي كيطيحوا النيفو كيخرجوا في فيديوهات وتعطوا قنوات. الله يديم خلق اخوتي، حنا راه كنعيشوا في الواقع، ما كنعيشوش في العالم الافتراضي. هادشي اللي كاين. وصلنا للفاض ديال الفيديو. المهم هذا سمعنا المغربي الاول هذا، ربي يبارك فيك، الله يرحم لك كلشي اللي جاباتك، انت انسان متربي ما شاء الله. ونسمعوا ثاني المغربي ثاني واحد اخر مغربي راه عايش هنا في الجزائر ويعطيكم الاثمان ويعطيكم كل شيء كما قال. نحن نعيش في الواقع ولا نعيش في المواقع. حشومه عليكم يا حشومه عليكم لي كومونتير، حبسوا علينا لي كومونتير تاع انتوما ماكم شابعين البنان، ماكم شابعين الحليب، مرض انتوما مهابل انتوما. او تبالكم كيما الفنيدق والريف دار حراك على جال الكرش وعلى جال الماكله. انتوما درتوا حراك الجيعانين يسموه حراك الجيعانين. كنتوا جيعانين درتوا حراك، حبيتوا تاكلوا فقط، لانه الحريه والعبوديه ما تخمولهاش، لانه اصلكم عبيد ملي كنتوا نتوما تبوسوا اليدين. هذه هي الله غالب يعني. لازم نهضر هكا باش نتوما تفهموا، باش ما تفهموش بالعقليه نتوما. سمعوا المغربي هذا ثاني واش يهضر. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو. هذا من فاس واقيلا الفيديو ان شاء الله اصدقائي بغيت نتكلم فيه على الموضوع، على الموضوع المشكل اللي واقع ما بين المغرب والجزائر. هو ماشي مشكله المواقع الالكترونيه. كنشوف واحد الامور كثيره اللي هي ما تشرفناش كمسلمين، وبغيت نصحح واحد الأخ. عنده الحق والله غير عيب ان شاء الله يعني. نديرو ميساج للدراري المغاربه باش نوصل لهم واحد الفكره، واحد المعلومه باش تصحح لهم الخطا اللي دايرين هما واحد النظر على الجزائر. انا كمغربي بغيت نمشي نشرح لخوتي. راكم تسمعوا مغربي نسكن في مدينه فاس اصدقائي في فاس قلت لكم باش هكا ما تكتبوليش التعليق تقولي انت جزائري. انا احسن لي الشرف نكون جزائري. لا حول ولا قوة إلا بالله. راكم تسمعوا قال لهم يحصل لي الشرف نكون جزائري. عبالك بعد هذه الهضرة هذه قادر نحبس هنا فيديو نروح نرقد انايا. سمعوا يحصل لك الشرف، يحصل الشرف أن تكون جزائري، في النخوة، في الرجولة، في التفكير، في كل شيء يحصل لكم الشرف يا مغاربة تكونوا جزائريين. وهذا باعتراف من المغربي يحصلكم الشرف. احنا ماناش نديروا الفتنة، احنا فقط ندافع ونوضح ونحلل ونهضر ونتكلم فقط. يحصلكم الشرف باش تكونوا جزائريين، فهمتوني؟ والجزائري خاوتنا الجزائريين اللي راهم يكذبوا يقولوا راك دير فتنة، مانيش ندير الفتنة، انا راني نناقش. ما تقولوا ليش يعني القافلة تسير والكلاب تنبح. لا نحبس القافلة ونهبط عند الكلاب هذو الشرسة هذو ونسلخهم السلخ
فهمتوني؟ لانه الزمن تاع تخلي هذاك الكلب ينبه سي بون راحت. دوك الزمن تحبس القافله وتهبط عند الكلب وتسلخو. فهمتوني؟ اسمع مليح المغربي هذا واش يهضر، يحصل له الشرف انه يكون جزائري، وقالها هو اللي قالها ماشي انا. ولكن انا بغيت نبين لكم بلي انا مغربي مقيم في الجزائر. الامر اللي بغيت نتكلم عليه اصدقائي هو الامر ديال اللي كنشوفكم يعني كتعايروا الجزائريين من الحليب كيشدوا عليه الصف. القضيه خوتي انايا ندو ميساتون في الارض السعيده، فهمتوني؟ الله يبارك. ما عمري شفت انا شي نهار خوتنا الجزائريين شادين الصف على الحليب، جامي خلاص شفتها. هو قالها من 2007 والمغربي هذا يخدم في الجزائر، قال لهم عمري ما شفت جزائري داير شد الصف على حليب. عبالكم نقول لكم على حاجه، كي تشوفوا تقولوا الصف حنايا في ايامات تاع الكورونا هذيا مدايرين التباعد الاجتماعي 1.5 متر ما بين واحد وواحد، فهمتوني؟ وبعض ضعاف النفوس وبعض الناس اللي حابين البلاد تخرب، وبعض الناس اللي مش حابين البلاد تطلع، وبعض الناس اللي راهم يكرهوا البلاد وماقتين على البلاد، يصوروا ويقول لك هذا طابور بالساعات امام الحليب. لا يا اخي، بكري قبل ما كانت الكورونا، بكري قبل ما تكون الكورونا تروح تشري وتخرج نورمال وعادي، نورمال عادي. بصح دروكا كي كانت الكورونا داروا تبادل اجتماعي 1.5 متر ما بين شخص، وتلقى 12 عبد هكا دايرين 1.5 متر نورمال عادي جدا. هذا هو التباعد الاجتماعي. في الامريكان كاين طابور، دوك نوري لكم هنا، شوف في الامريكان كاين طابور هكا باش يشريو مسوبيرات. في فرنسا، في جميع البلدان المتحضره كاين طوابير، فهمتوني؟ ماشي زعما ما عندناش ولا. اسمعوا مليح واش يقول المغربي هذا. القطعه ديال العجله مشتا والحليب الحمد لله متوفر موجود، خير ربي كاين. خير ربي كاين. واحد اخر كتكلموا على البنان، كتقولوا البنان ما كاينش او صعيب باش يشري جزائري. البنان اخوتي قسما بالله موجود، خير ربي. السومه ديالو كتراوح من 15,000 اللي هي 150 ريال مغربيه او 7 دراهم ونص، يعني حتى 20,000 حتى 25,000. كاين واحد المشكل، واحد الوقت كان البنان غالي باسكو كانوا وحدين اللي كيتكلفوا بهادشي هذا ديال التجاره تاع التصدير، كانوا مخزنين فيهم. بعدا الحمد لله الدوله صفات الامر هذا، ولا البنان متوفر اي واحد يقدر يشريه. والامر الثالث اللي كتهضروا على السميد، كتقولوا الجزائر ما فيها السميد. خوتي القضيه لكم غاديين فيها ان شاء الله باذن الله. غادي نصور لكم هذه الامور هذه كامله، مع اني انا هنا في الجزائر غادي نصور لكم هذا الامر هذا. السميد موجود اخوتي، وبالشكاير والسومه. هذه واحد القضيه اخوتي المغاربه، انا كنتكلم مع المغاربه باش ندي واحد الفكره مني انا كمغربي عايش في الجزائر. السميد متوفر، وبواحد السومه ما نقولكش، يعني بحال نقولوا النص من النص. في المغرب مثلا كيدير شكاره 100 درهم، هنايا تلقاها مثلا ب100,000، بحال شي 50 درهم. وتسمعوا البنان اخوتي يا مغاربة، هذا مغربي يتكلم عن حقيقة الأسعار والحقيقة وجود السميد والبنان والحليب في الجزائر. اسمحوا لي خاوتي، ترند الجزائر، مرحبا بكم خاوتي كامل الناس اللي راهم جايين حبسوا معنا هنايا. وما تنساوش، بغيت نقول لكم حاجة، ما تنساوش يعني الناس، بس كان شفت في الإحصائيات كاين الناس تدخل تتفرج وما تشتركش. خاوتي ادعمونا بالاشتراك، من فضلكم خاوتي تدعمونا بالاشتراك وتفعل جرس التنبيهات وتدير جام وتخلي تعليق محفز. خاوتي ندعموا بعضنا، واني قلت لكم ندعموا بعضنا كامل وننجحوا كامل. اللي عنده قناه يبعثها لي في الصفحه تاعي فيسبوك، نبارطاجيها هنايا، نطلعوا بعضنا وننجحوا مع بعضنا. خاوتي نرجعوا للموضوع تاعنا، ما تنساوش تشتركوا بركه، تفعيل جرس التنبيهات هنايا لتحت، هنا ليسونسيال. بون نرجعوا. هذا مغربي وراهو يقول لكم انه سعر السميد في الجزائر راهو نصف سعره في المغرب. يعني في المغرب راهو يدير مثلا كيما راهو يقول 100 درهم، هنا في الجزائر يدير 50 درهم، النصف شكاره، النصف. انتم راكم عايشين في اسمعوا على خير. كان زميل 20,000 ماشي شي حاجه. الحليب اخوتي على بالكم شحال كيدير؟ دوميس، يعني اللي هي قول درهم ونص، فهمتوني؟ درهم ونص. الحمد لله موجود. الجزائر اخوتي فيها المعيشه ما شاء الله، العظيم زعما ما شاء الله، ما عندي ما نقول. يعني نقولوا هاد الفكره ديال الا زعما الجزائر ما فيهاش هاد الصوالح.
انا جيت هنا كنتكلم معكم، ما تعاودوش تقولوا الله يرضى عليكم. راه المغرب فيه خير ربي موجود، الجزائر كذلك فيها خير ربي. نتوما كتبعوا الاعلام شوف كيضرب على المشاهده، باش هكا نتوما يغويكم وتبقى تفرج هي راه ما خصكش تمتع بهذيك المشاهده، باسكو هادو الجزائر شكون؟ هادو مسلمين وخوتنا وحبابنا وجيران، ما نبغيوش عليهم حنايا، فهمتوني؟ كذلك حنا في المغرب. راكم تسمعوا هذا المغربي الحر هذا راه يهضر مع هذوك المغاربه يا خوتي، سمعوا مليح واش راه يهضر. قال لكم قبل ما تهضروا، قبل ما تسبوا على الجزائريين، هذو الجزائريين راهم احبابنا وخوتنا وجيراننا، فهمتوني؟ يعني قبل ما نتوما ما تقولوا زعما نتوما ما عندكمش الحليب وما عندكمش كذا وما عندكمش كذا، معليش سمعوا هذا المغربي واش راه يهضر، وترباو وتعلموا. اليوم نربيوكم، اليوم يا العياشه، اليوم تترباو. يعني الفكره هذه كونك على يقين يا خويا، ثق فيا، انا خوتي تيقوا فيا، انا راني مغربي. قالت دقيقه نجيب لكم باسبور، ها هو خوتي هذا الباسبور تاعي، ها هو كما كتشوفوا، هاكم فوطو تاعي، ها هي فوطو تاعي، شوفوا ها الفوطو تاعي. انا خوتي مغربي مقيم في الجزائر، والحمد لله ما عمري شفت انا الامور اللي كنشوفها انا في الذباب الالكتروني. اخو انا كنشوف مغاربه كيقولوا لهم انتم عندكم السميت، انتم ما عندكمش الحليب، والله صاحبي كنت نتقدى لك على بالك نصدمك. وهذا الفيديو ما كنصيفطوش للمغاربه اللي بخير عليهم عندهم الدراهم، انا كنهضر مع دوك الناس البسطاء الفقراء. يا صاحبي انت فقير، ربي اللي عالم بيك وعايش رغبينا ومدمر، وتجي انت الجزيره فيها السمين الحليب بزاف عليك. خصنا نكونوا واقعيين. حنايا في المغرب انا ملي نعقل على راسي وانا تكرفست بزاف، تمرمت، الشيطان تعبت، ما دير والو، فهمتيني؟ راك كتفهموني، انا كنهضر نتوما كتفهموني. حنا في المغرب كنتكرفسو، كنشدو تماره والو، واكل شارب عايش غادي ستارتر مع بنادم، فهمتيني؟ والحمد لله الارض السعيده التاليه، الدار التاليه اللي ما فيها والو تلقى فيها سياره. هو اللي قال في المغرب السياره كيكسبها غير يا سيدي ومولاي، ولا كسبها شي واحد من دوك الفقاقير ديالنا، اش كيدير؟ كيقاريها في الباب. وهذا موضوع واحد اخر نهضر عليه ديال الليسانس والامور هذا. الجزائر فيها خير ربي اخويا. بالنسبه والله العظيم واحد القضيه راه حتى خوتنا الجزائريين دابا كتلقاه بسيط وما عندوش، ليس خاطينا ما نعرفوش حنا، كتحس به عادي جدا. ما فهمتش القضيه، ما فهمتهاش. حنا المغاربه ما فهمتش، كيبان فينا الفقر. نهضروا واقعيين، انا كنهضر هضره ديال الرجال، انا عندي نيش انا نفهمك فيها. يعجبني هذا المروكي، هذا انسان هايل، هذا ما شاء الله. اذا تقدروا توصلوا له هذا الفيديو هذا، مرحبا بك. حنا في باتنا في بلاد الشاويه، مرحبا بك. واكل شارب ماكل راقد، حاجه ما تخصك، قادر ما تخدمش، تقعد هنا حاجه ما تخصك، معزز مكرم. وهذه الرساله جميع المغاربه اللي عايشين هنا في الجزائر. نعطيكم فكره، انايا في العام اللي فات كي كنت نخدم في الجريده، غطيت مظاهرات تاع مغاربه في امام السفاره، حابين يروحوا مساكن له، والله غير يعني كانوا ناس طيبين، وانا كنت معاهم انسان بيا، وتلاقينا كلش ديجا نوجه لهم رساله. هما بادي يعرفوني مليح، معظم المغاربه. اعتقد انه هذا ثاني شفتوه ثم في اسمه ليسونسيال. هذا المغربيه ويقول لكم انا ما فهمتش كيفاش الجزائري تلقاه انسان بسيط وما عندوش، وتلقاه بيان بون فيفون هكا وكلش. نقول لك علاه، باسكو حنايا قانعين، حنا عندنا القناعه في الداخل. ماشي لازم تكون تكسب سياره وتكون غني وتكون باش تكون لازم بيان فرحان. حنايا فرحانين لانه عندنا القناعه. نقول لك علاش ثاني، لانه الجزائريين صفه الجنسيه الجزائريه فقط. انت وريك الجواز السفر تاعك، وحتى انا نوري لكم جواز السفر تاعي الجزائري. هذا هو اللي يخليك تكون سعيد خويا. الجواز السفر الجزائري هو اللي يخليك سعيد.
وهديه هي اللي تخليك سعيد اخويا العزيز. فهمتني مون فرير خاوتي، الناس اللي راهم واصلين معنا لهذا الوقت مرحبا بكم خاوتي كامل، ويعطيه الصحة هذا المغربي على هذا الكلام الطيب هذايا، ويعطيه الصحة. واني قلت لكم اني جاوبته وانتم ثاني جاوبوه. علاش هي الجزائريين الواحد تلقاه ناس ملاح هكا بيان على قد حالو، علاش هو فرحان والاز منا؟ انا قلت له انا لانهم احنا قانوعين، وحنا الفخر تاعنا انه احنا جزائريين ونملك الجنسيه الجزائريه، وحنا احرار. كي نقول لك احرار فري احرار، ما تقولوا لا عسكر لا والو لا والو، احنا فري احرار فري لي زوم، فهمتوني؟ وعلى بالهم الجزائريين كي نقول هكا فري لي زوم على بالهم كيفاش، وعلى بالهم بلاد الشاويه ولا وراس كيفاش. ليسونسيال خاوتي نكملوا نسمعوها. انا عجبني هذا المغربي يهضر ما شاء الله. يعني ما عنديش مع داك اللعب، وهاد الفيديو ماشي كنديرو باش ندير فتنه. هذه يقولوا اخوتي من راسكم، انا راك نحب الجزائر نموت عليها. العلام اخوتي في الموطو تاعي عندي الدراجه الناريه كاع داير فيها العلم تاع الجزائر. علاش الجزائر في قلبي كنبغيها، دوزت فيها مده كبيره اللي هي الوقت تقريبا 13 عام. ماشي ساهل اخوتي، نص حياتي في المغرب ونص حياتي هنا في الجزائر. كيفاش ما نبغيش هاد الارض هذه والبلاد اللي فيها الخبز 13 سنه اللي هي بلادك. هذا ماشي كيعني بلا نسيت المغرب ولا لا، المغرب بلادي وكنبغيها. الجزائر كان غير عايش فيها الحمد لله معزز مكرم. فهمتوني اخوتي؟ الامر كاين شنو كيبقى كنتوحشوا والدين كنبغيو نشوفوهم انسان تفكر الصور تاعو في البلاد، ولكن باش انايا المغاربه معزز مكرم معزز مكرم. الله يرحم لكم الوالدين، خير ربي موجود اصاحبي، كل وشرب تيبان الوالدين. فهمتيني حبيبي؟ وكما يقولوا خوتنا الجزائريين نبكي على دراهمك، راموني تشري لي وليس خير موجود الحبيب. الله يقوي الخير. يلا خوتي نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا، وهذا فيديو فقط توضيحي، واي سؤال او استفسار فاني هنا خوتي مرحبا بكم. حنا خوت ما بيناتنا الحمد لله. هذا يعطيك الصحة مون فرير. حنا فقط كنتناقشوا، مثلا شي حاجه شفتيها فيا انا ما عجباتكش تقول لي 13 سنه بلا تخسر الهضره بلا كلام قبيح. فهمتني؟ الانسان يوصل لك الفكره باحترام. فهمتني حبيبي؟ هذه هي. وحنا راه كنشوفوا في التعليقات اخوتي الاغلبيه الحمد لله ناس طيبين كلام زوين، اغلبيه. يعني هذاك الاقليه ما نديوش عليهم بالك ما يصرفولاش، ما مفوتينش، ما عارفينش. الانسان كيتبع يعني كيسمع حاجه كيدير معزز مكرم كيجي عارف معزز مكرم. مثلا شاف مثلا اخ من الجزائر شاف واحد مغربي كيطيح اللي عاير في الجزائريين، يشوف لنا داير فيديو يجي عادي. 13 سنه يعني هذه حسبنا كاع كيف يلا كاين طوب وحجر، كاين المليح وكاين اللي ماشي مليح. فهمتوني اخوتي؟ هذا الشيء علاش ما خصناش نعمو. حنا خوت وحباب، حنا لا فامي، حنا قلب واحد. فهمتوني العزاز؟ يلا اخوتي ما نطولش عليكم. هذا معزز مكرم معزز مكرم الحليب وهذه الامور ان شاء الله مازال نديرو فيديو بزاف ديال الامور اللي نتكلم عليهم. يلا خوتي اللي اول مره كيشوف هذا القناه هذا الله يجازيك بخير خويا، دير نجيم ابوني بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء باش هكا تعمل فائده ويفهموا. وانا خوتي انا هنا موقع بيسي، اي حاجه ما امنتونيش كتبوا لي تعليق وغادي نبرهن لكم بشكل. يلا نتمنى لكم اخوتي السعاده والسرور ولنتحد بالفتنه، ما كاينش فتنه هذه. يعطيك الصحة مون فرير، والله غير هذا كلامه طيب، هذا نقعد نتفرجوا للصباح. فهمتوني؟ ابكي على دراهمك خويا المغربي، وقالها لكم هذا مغربي هذايا. خاوتي شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. اليوم هذا الفيديو هذا ربيناهم مليح العياش، حكمناهم هاك وهاك 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 وهاك، غير الصفعة وغير السقل عليه صونسير خاوتي. بون الملك ديالكم هذايا راهو اليوم ترخص، البارح فضحناه واليوم زيدنا ثاني، اليوم ربيناكم يا العياشة. والذباب الالكتروني دار الفتنه. حنا يا خاوه شعب واحد نحكي على الاشراف والاحرار. الذباب الالكتروني ما كان لا تكومونتي تقول لي هذو موش خوتنا ليسونسيال، هذو خوتنا لانه حنايا مسلمين كامل مع بعضنا. هذا مغربي قالها نربيوكم 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 خاوتي.
اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات، ومرحبا بكم. ومازال القصف القدام خوتي، كاين مفاجات بزاف. اشتركوا برك وفعلوا جرس التنبيهات، وكش ما تحققوا حاجه بعثوا لي في صفحه تاعي فيسبوك ترند ديزاد ولا ترند الجزائر، راهي هنايا في صندوق الوصف. خوتي كان معكم الياس بن عبيد، صحفي جزائري وناشط. مرحبا بكم معايا في اي وقت. ما تنساوش تابعوني خوتي، تابعوني بزاف، وكومنتار وتعليقات. نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات كي يصلك كل جديدنا، واترك تعليقا حول الموضوع.